النهارده جايبه لكم اسهل طريقه للسوسته الشق. هعلم مكانها على مكان ما انا هركبها، او هبعد عن مكان العظمه اللي في اخر السوسته عشان لما اجي اخيط. وهعلم 1 سنتي يمين و1 سنتي شمال. وش السوسته هيكون من تحت، خلاص، واقلبها من تحت. بعد كده لما تتقلب هيبقى الوش ظهرها على وشها. خلاص، هدي بقى فرماتوره، واحد يمين وواحد شمال. وبعد كده هشق الشق. وبعد كده هدي طق يمين وطق شمال. اهم حاجه الاتنين طق دول ولا هم اللي هيريحوا لي السوسته وانا بخيطها وانا بقلبها كمان. وهبدا احط وش القماش على وشه، وهدي نص سنتي يمين. وبعد كده هقلب تاني زي ما كده. شوفوا انا كده، ده النص اليمين اللي انا عملته عشان بس اتجاه الكاميرا هو عطيه كانه الشمال. وبعد كده احط وش برضو القماش على وشه، وهبدا اعمل نص سنتي الشمال. خلاص كده خلصت معانا تركيب السوسته. هدي بس خط شيمه على الوش داير ما يدور السوسته. وبعد كده هعمل ايه؟ هحضر القطعه اللي هتتلطش. عرضها 10 سنتي، طولها زياده على طول السوسته 4 سنتي. خلاص، وهبدا اكسر ال2 سنتي اللي من تحت، مش ال4 سنتي، هكسر 2 سنتي عشان اتنين هيبقوا على الاتنين التانيين. اهم حاجه انا بعدت على كده عن العظمه. وهدي نص سنتي وشها، وش القطعه دي على الوش. وبعد كده هديها نص سنتي وبعد كده اقلبها تاني، هيبقى وشها ليا. وادي خط شيمه، واتني ال2 سنتي بقى اللي انا كبستهم بالمكوه دول ادخلهم جوه، وادي عليهم وادي خط شيمه. وبعد كده وارجع تاني بنص سنتي تاني لجوه، عشان يعملوا كأن انا عامله ايه، شغاله بابره، بمكنه 2 ابره. خلاص، وكده خلصت معانا السوسته الشق باسهل طريقه جدا. الطريقه سهله جدا. خلاص. وكده خلصت كمان معانا معلومه النهارده. اشوفكم بكره ان شاء الله في معلومه جديده. تنجحي في مجال الخياطة افهمي وطبقي كتير. ولو عايزة تنضمي لينا في مجال الخياطة اسألي على كورس الخياطة، تتعلمي فيه كل تركات الخياطة. هتتعلمي معانا من أول احتراف الباترون لحد القص والتفصيل بإيدك أكتر من مرة. مستنيينك معانا في كرييتيف فاشون كورس.